السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. هنعمل مع بعض النهارده العاشوره. كل سنه وانتم طيبين. مقادير سهله وبسيطه جدا وموجوده في كل بيت من غير اي تعقيدات. وهنقول لك على كل التفاصيل اللي هتنجز معاكي في الوقت من حيث التسويه، وعلى سر ميتها التقيله. هتطلع معاكي ما شاء الله اللهم بارك كريميه وحلوه جدا جدا زي ما انت شايفه كده. وقوامها حلو قوي قوي، وكمان مغذية ووجبة مشبعة لأولادنا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. في البداية هنسمي الله ونجيب كوباية من القمح، بتجاب من عند العطار بالشكل اللي شايفاه ده. بتكون لونها فاتح يا بنات، ما تكونش لونها أحمر. اللي بتعمل بيها العاشورة أو البليلة بتكون حباية القمحاية أو الغلة، بتكون لونها فاتح، بتكون لونها أبيض. زودت هنا نص كوباية، هتبقى كوباية ونص. نص كوباية دي عشان خاطر الحبايب، كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ ناخد القمح بتاعنا كده ونغسله كويس قوي وننقيه من اي شوايب. وبعد ما نغسله بنحطه في بولة كبيرة. ودي اول سر من اسرار التسوية، بتنجز معايا في الوقت وبتنجز معايا كمان في المجهود. يعني ما بتاخدش على البوتاجاز سوا كتير. بعمل ايه؟ بحطها في بولة كبيرة كده وببدأ انزل عليها بمية بتغلي. تمام. ليه؟ عشان لما اجي اسوي العاشوره بتاعتنا ما بتاخدش وقت على البوتاجاز بالطريقه دي. بتنجز معاكي في الوقت من حيث التسويه كمان. زي ما انت شفت كده، بحطها قد ايه؟ من حوالي من 4 ل5 ساعات. بعد مرور من 4 ل5 ساعات، او ممكن تسيبيها من بالليل للصبح، هتلاقيها بالشكل ده كأنك مسويها على النار. هتلاقي الحبايه فتحت معاكي وفشرت زي الفشار كده. شايفين انا بمسك حبات الغله كأني مسويها على النار ازاي؟ ليه؟ لان حطيت لها ميه بتغلي. حطيت ميه قد ايه؟ يا دوبك خليتها فوق الغله، او فوق حبايه القمح بحوالي 5 سنتي. ممكن تستغنى عن الخطوه دي وتحطها على البوتاجاز تغلي غلوه واحده وتدفي عليه. رحت بقى صفيتها من الميه اللي انا كنت نقعاها فيها دي، ونبدا نحطها في الحله اللي انا هسوي فيها العاشوره بتاعتنا. طريقة سهلة جدا ومش بتاخد وقت. هنعمل ايه يا بنات؟ هنبدأ نضيف كوباية من اللبن الحليب. انا هسوي العاشورة في كوباية لبن حليب، ونضيف في الكوبايتين التانيين مية. ليه سويتها في اللبن الحليب ما سويتهاش في مية؟ عشان حبات الغلة تبقى معاكي فاتحة. تمام. وهنضيف كمان نص كوبايه من السكر. عايزه اسويها في نص كوبايه من السكر عشان تطعم معايا حبات الغله. يبقى حطينا كوبايه اللبن الحليب وحطينا نص كوبايه السكر عشان تفتح وتطعم معانا حبات الغله. نبدا بقى نحطها على البوتاجاز. انا حطيت هنا 3 كوبايات من اللبن على الميه، واحنا في البدايه حاطين كوبايه ونص من الغله. تمام. يبقى حطيت ضعف الغله سوائل. في بعض الناس بيحطوا رز. لا، انا مش بحطش رز. انا الطريقه دي ما بغيرهاش خالص وبتطلع معايا افخم من اللي بتجيبها من المحلات. بجد حلوه، بتطلع كريميه وناعمه وحلوه جدا. طبعا انا حطيتها على البوتاجاز اهي. هنبدا ناخد حبات غله ونشوفها استوت. وطبعا النار بتكون هاديه، ما تكونش عاليه يا بنات، النار بتكون وسط. هنبدا بقى على نار هاديه كده ونسوي العاشوره بتاعتنا لحد ما امسك حبات الغله كده والاقيها استوت معايا. دلوقتي هنقولك بقى على تاني سر من اسرار الميه التقيله بتاعه العاشوره، اللي هي ايه؟ بضربها بالهاند بلندر. تضربيها بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر، هاتي كوبايه من السائل ده واضربيها في الخلاط. بتطلعي النشا اللي في قلب الحبات الغله من غير ما تضيفي نشا. الطريقه دي حلوه جدا جدا. ده السر الميه التقيله بتاعه العاشوره. تمام. يبقى فتحنا اللون العشرة بتاعتنا بكوبايه اللبن، وكمان حطينا لها ميه بتغلي، ما خليناهاش تاخد سوا كتير على البوتاجاز. وكمان ضربناها بالهاند بلندر او بالخلاط. طلعت النشا اللي انت شايفاه ده من حبات الغله من غير ما تضيفي نشا ولا بدون اي اضافات. جميله جدا. والطريقه دي بضيف تاني وبقول لك ما بغيرهاش. تعالي بقى ابداي حطي كميه اللبن بتاعتك. انا هنا معايا لتر من اللبن الحليب. ضفناه ونبدأ نقلبها برضو على نار هادية. الطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، من غير أي تعقيدات خالص يا بنات. ولو انت أول مرة بتعملي العاشورة هتطلع معاكي حلوة قوي قوي زي ما انت شايفة كده. نبدأ بقى نقلبها على نار هادية كده لحد ما احس ان حبات الغلة استوت معانا. تعالي بقى هنعمل ايه؟ هنضيف بقى كوباية لبن حليب. احنا كده ضفنا كوبايه وربع من لتر وربع، لتر وكوبايه من اللبن الحليب، وادي كمان كوبايه. يبقى اجمالي اللبن كله لتر ونص من اللبن الحليب. هنا ضفت معلقتين، معلقه من الكريم شانتيه بتدي تيست حلو قوي قوي يا بنات للعاشوره. وكوبايه ايه، معلقه قصدي من الكريم شانتيه ومعلقه من النشا. مع اننا احنا دي خطوه اختياريه.
لو حابه تحطي معلقه من الكريم شانتيه بس واستغنى عن معلقه النشا ديت، تمام. احنا كده كده طلعنا النشا اللي في حبايه الغله. هنقلبها كويس قوي. تعالي بقى نضيفها على العاشوره بتاعتنا. يبقى اجمالي اللبن اللي ضفناه كله لتر لبن حليب ضفناه، وحطينا كوبايه سوينا فيها العاشوره، وكوبايه كمان قلبنا فيها معلقه الكريم شانتيه ومعلقه النشا. يبقى كده اجمالي اللبن اللي ضفناه على العاشوره بتاعتنا لتر ونص. ونقلب كده على نار هاديه كده، تمام. ايدي مستمرة كده في التقليب. تعالي بقى كمان خطوة اختيارية لو حابة فيها، ولكن بتزود القيمة الغذائية للعاشورة، وهي القشطة. القشطة دي وش اللبن، حابة تضيفيه زي ما انت عايزة، معلقة معلقتين، ده حاجة ترجع لك، وتبقى القيمة الغذائية والتست بتاعها كده بيبقى عالي، وتبقى كريمية جدا. هي معلقة القشطة كبيرة بتاعة وش اللبن. وقلبنا تمام، هي كده استوت حلوة قوي. هنضيف بقى السكر، ما تنسيش السكر. والسكر ده على حسب الرغبة، زي ما انت عايزة. انا هضيفت نص كوباية من السكر في البداية، طعمت بيها حبات الغلة. هنضيف بقى دلوقتي كوباية السكر دي. حابة تكون سكرها حلوة ضيف الكوباية كلها. حابة تكون معتدلة، لا هي مسكرة قوي لا هي عذبة قوي، هتضيفي نص كوباية دي، تمام. انا دلوقتي ضفت نص كوباية، هنضيف النص كوباية التانية. ما شاء الله هتطلع معاكي حلوة، ومقاديرها سهلة وبسيطة. وكامل خطوة، وكل التفاصيل اللي انا قلتها في الفيديو ديت تابعي خطوة بخطوة عشان تطلع معاكي حلوة زي ما انا عملتها كده. طلع حلوة احلى من اللي بتجيبيها من محلات الحلويات. بتبقى حلوة قوي. قوامها كده لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، تمام كده. هطفي عليها واسيبها تهدى بقى، وتعالي بقى نغرفها مع بعض في الاطباق في البولات زي ما انت عايزه. خطوات سهلة وبسيطة، وتابعي معايا الطريقة هتطلع معاكي حلوة. كل اللي بيعشقها بقى بتاعت الزمن الجميل، اللي هي العاشورة الحلوة اللي بتدوب بقى في البق، بتبقى حلوة قوي قوي. شايفين؟ هنسيبها ما تهدى شوية، وتعالي بقى نغرفها في الأطباق. وبعد ما تسيبها تهدى كده، حاولي بقى زوقيها بأي مكسرات عندك، ايه اللي متاح عندك حطي. وما تنسيش رشة الفانيليا اللي بتحطيها وهي بتستوي، بتدي تست حلو قوي. مش ما عندكيش فانيليا، ممكن تحطي معلقة من جوز الهند الناعمة، هتاخد النكهة بتاعت الفانيليا وجوز الهند بالمعلقة جوز الهند دي اللي بتحطيها في قلب العاشورة وهي بتستوي. حلوة قوي قوي. وكتري بقى كده عشان تهدي حبايبك. كل سنة وانتم طيبين. بجد لو جربتوا العاشورة بالطريقة دي متأكدة انها تعجبكم، وهتعملوها دايما ان شاء الله. شايفين؟ اي مكسرات عندك، حبة لوز، حبة جوز الهند، حبة فستق كتاب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة جدا جدا. في بقى ممكن تاكليها ساقعة، ممكن تاكليها سخنة زي ما انت عايزة. شايفين؟ ما شاء الله، الكوباية ونص من الغلة عملوا لي كام طبق عاشورة. بجد حلوة. شايفين؟ تعالي بقى شوفي قوامها عامل ازاي، كريمية وحلوة وناعمة كده، وبتدوب كده في البق ودي وجبة مشبعة لأولادنا ومغذية كمان. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وتفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اكتبوا لي في التعليقات بقى جربتوها ازاي، بتحبها سخنة ولا ساقعة. شايفين؟ شايفين كريمية ازاي، وقوامها حلو، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، حلوة جدا جدا. وبكده وصفة العاشورة النهاردة خلصت، وجربوها بالطريقة دي، أنا واثقة إنها تعجبكم. أشوفكم في وصفة جديدة، في أمان الله. السلام عليكم.